السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا اخواتي وحبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم فيديو جديد، هنعمل حاجة باردة كده في التلاجة من الحاجات بتاعة الصيف. عبارة عن هنعمل كيكة الجيلي. هي كيكة سهلة وبسيطة، وطبعا الأطفال معظمهم بيحبوا الجيلي عشان بيبقى سهل عليهم في الأكل. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تدعميني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. يلا بينا نشوف الحاجة الحلوة اللي احنا عملناها دي عملناها ازاي. ومقاديرها بسيطة خالص وهتعملها بسرعة. بحاول اجيب لكم حاجات سهلة وبسيطة عليكم عشان تعملوها وتنفذوها وتتبسطوا بيها كده وتبسطوا ولادكم ان شاء الله. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الحاجة الحلوة دي اتعملت ازاي. دول عبارة عن كوبايتين مية مغليين عشان ندوب فيهم كيسين جيلي. ادي الكوباية التانية اهي، مية مغلية يا جماعة من الكاتل. تحطوها كده وتدوبي فيها طبعا كيسين جيلي فراولة، اي نوع جيلي انت بتحبيه استعمليه، اي طعم انت عاوزاه حطيه. ادي الكيس الاولاني، والكيس التاني هنفضيه وندوبهم كويس مع معلقتين سكر كبار. طبعا بتظبطي الجيلي حسب السكر اللي انت عاوزاه، ممكن ما تحطيش سكر خالص، ممكن تقللي او تزودي حسب ما انتوا عاوزين، سكر حسب الحاجه. ندوبهم كده كويس مع معلقتين كبار اهمت من السكر. هنفضل ندوب فيهم كده كويس علشان الجيلي بيربط كده مع الميه السخنه على طول. ندوبهم كده ونجهز فورمه زي دي وندهنها دهنه خفيفه كده بالزيت. لو مش عندك فورمه زي دي اي صينيه هتمشي معاكي، او القالب الطويل بتاع الانجليش كيك برضو هينفع معانا في الوصفه دي. طبعا هنحط الجيلي فيها ونسيبها تسقع، تبرد بره شويه ونحطها في التلاجة تتجمد. انتوا عارفين طبعا الجيلي بيتجمد على طول. وادي الطبقه التانية من الكيكه، ده عباره عن كوبايه كريمه خام وعليها كوبايه لبن ساقع. وطبعا كده هنضربهم بالمضرب، ندوبهم كده كويس بالمضرب. نفضل نضرب فيها كده لغايه لما تعمل معانا القوام اللي هو بتاع الكريمه اللي حضراتكم عارفينه. نفضل نضرب كده فيها كويس ونسيبها طبعا بعد كده بتبرد في التلاجة. بعد ما بنضربها وتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، نفضل نضرب كده فيها بالمضرب. عندك ممكن تعملها في الخلاط عادي، تبقى بالمنظر والشكل ده. وادي كيسين الجيلي التانيين برضو حطينا كوبايتين ميه بيغلوا عشان الجيلي يربط معانا بسرعه، ودوبنا فيهم كيسين تانيين مع معلقه سكر. احنا ما سكرناش الكريمه الخام، ما عليهاش سكر خالص، هي التسكيره في الجيلي المره دي. نحط معلقه سكر في الجيلي هيدينا التسكيره بتاعه الجيلي والكريمه مع بعض علشان ما تبقاش مسكره قوي. نفضل ندوب فيها كده بالمضرب لغايه لما تدينا القوام اللي احنا عايزينه، ان المزيج الخليط كله يتمزج مع بعضه. بعد كده بعد ما يبرد خالص هنضيفه على الكريمه ونضربه تاني بالمضرب. نضيف الكميه كلها على الكريمه، هنضربها بالمضرب. طبعا نقلتها في حاجه واسعه وعاليه علشان المضرب ما يطرطش علينا. نفضل نضرب نمزجهم كده في بعض، الجيلي مع الكريمه. والجيلي اللي احنا عيناه في التلاجة ربط، هنحط بقى عليه الخليط التاني. طبعا هنضيف الخليط كله على الجيلي ولغايه لما الفورمه تاخد الكميه كلها ونسويه كده بايدينا. المرحله الاولانيه هنحط الفورمه دي على بعضها بالجيلي في الفريزر عشان يتجمد معانا. نطلع منها كده نهزها ونطلع منها اي هوا كده. بعد كده هنشيلها ونحطها في الفريزر كده. دلوقتي طلعناها من الفريزر بقت جامده خالص اهي. هنجهز ميه مغليه، هنحط الفورمه دي كلها فيها او الصينيه فيها ونفضل نلفها كده علشان خاطر الجيلي ما يمسكش في الصينيه وان احنا نعرف نقلبها. نفضل نلفها كده واحده واحده، نفضل نلف فيها كده لغايه لما تفصل من على الجناب بالشكل ده. تبتدي تفصل كده معانا، ما نطولش عليها علشان الجيلي ما يجيبش ميته. كده ابتدت تفصل شويه بشويه، ونحطها كده بالراحه تاني ونجهز طبق كده ونقلبها عليه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم كده هنقلبها
معانا. يلا بسم الله. يلا كده نشيل الغطا ونشوفها كده مع بعض. يلا بسم الله كده. بصوا بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم في الحلاوة دي؟ حاجة جميلة خالص اهي، عاملة زي لؤلؤة البحار. بالألف هنا وشفا للي هياكلها. يلا بينا نعملها لولادنا بقى ونغير لهم طعم الجيلي ونفرحهم، وحاجة باردة بتحطها عندك في التلاجة لزوم الصيف. حاجة مختلفة عن اللي هم متعودين عليها. شوفوا الجمال والحلاوة بقى. يلا نكسر منها حتة ونشوف قلبها شكله عامل ازاي. كانت طعمها لذيذ جدا. حاولوا تجربوها يا جماعة، جميلة جدا. انا ما نزلتهاش ليكم الا لما جربتها ودقتها طبعا، وقلت اقول لحبايبي عليها عشان يفرحوا ولادهم كده، حاجة بسيطة في البيت يعملوها. شوفوا جمالها. حاجة جاذبة للأطفال خالص وللكبار والصغيرين، كل الناس بتحبها إن شاء الله، هتعجبهم. بألف هنا وشفا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.